تخيل معايا يكون جامع فيه واحد الامام كيصلي بالناس الصلاه في الوقت، وكيدير دروس ديال تحفيظ القران في ذاك الجامع نيت، وكل شيء كيبغيه وكيقدره. ولكن في الاخير كيطلع اكبر شيطان، واللي كان مستغل الدين باش يقوم باعمال السحر والشعوذه. والاكثر من هاد الشيء كامل هو انه كان كيخطف الدراري الصغار وكيقتلهم بدم بارد. القصه ديال اليوم كترجع بينا لسنه 2003 وفي الجزائر بالضبط، واللي خلقات رعب كبير بين الناس في الجزائر في هذاك الوقت، حيت الناس ما عمرهم ما تخيلوا ان انسان فقيه وكيعرف بينه وبين الله ويدير هاد الاعمال الشيطانيه اللي دار في ذاك الوقت. المهم ما نطولش عليكم الفيديو كتر، وخلينا نبداو في القصه مباشره. شادين طريق نشدو قصه. واحد النهار قدام مديريه الامن في مدينه الجلفه، واحد النهار واحد الولد عنده 14 سنه غادي يمشي عند واحد البوليسي اللي كان واقف قدام مديريه الامن في مدينه الجلفه. هاد الدري الصغير غادي يقول واحد الجمله لذاك البوليسي اللي هي منها غادي نبداو القصه ديال اليوم، وكيفاش غادي يبانوا الافعال ديال هاد الفقيه. الجمله اللي قال الولد للبوليسي هي: الوالد ديالي قتل خويا الكبير والام ديالي ودفنهم في الكراج ديال الدار. البوليسي فاش سمع هاد الجمله من داك الدري الصغير في الاول بدا كيضحك وما خداش الامور بجديه، وغادي يسول داك الدري وغادي يقول له: شكون انت ولدي؟ داك الدري غادي يجاوب البوليسي وغادي يقول ليه: انا هو ولد البشير الامام ديال المسجد. وفي هذاك الوقت ما كاينش اللي ما كيعرفش هذاك الفقيه. البوليسي تخلع من الهضره اللي قال الدري، ولكن ما تاقش به، وغادي يقول باللي اللي خلاه يقول هاد الهضره على الاب ديالو هي شي مشكل طاري بينه وبين الاب ديالو. غادي يقول له: مستحيل ولدي الاب ديالك يدير شي حاجه بحال هادي، وبالاخص انه امام معروف عليه انسان مزيان في الحومه. البوليسي ما تاقش بالدري وقال له: سير ولدي خليني نكمل خدمتي. الولد رجع للدار وهضر مع الاخت ديالو الكبيره وقال لها باللي البوليسي ما تيقوش. اختو الكبيره مشات بنفسها عند داك البوليسي وحكات ليه نفس القصه. هنا البوليسي بدا كيدخلو الشك وخاف هادشي يكون بصح. ناض البوليسي وهو يدخلها عند الضابط. ملي دخلات الاخت ديالو الكبيره عند الضابط حكات ليه القصه كامله، وهنا غادي يتفتح واحد التحقيق في واحد من ابشع الجرائم اللي وقعات في الجزائر. باش نفهموا القصه كامله غادي خصنا نرجعوا للبدايه ديال القصه اللي بدات سنه 1994 في مدينه الجلفه بالجزائر. واحد النهار كان واحد الولد صغير سميتو صدام وعنده عامين، خرج يلعب مع خوتو الصغار في الزنقه فحال ديما. في الوقيته اللي خوتو كانوا غارقين في اللعب في الكره مع الدراري الصغار، جا واحد الامام سميتو البشير قدام الجامع. كان لابس واحد الجلابه بيضاء وهاز في يدو تسابيح. المهم انسان كيعرف بينه وبين الله. البشير حاول يتقرب من صدام، ولكن الدراري الصغار ديما كانوا كينفروا الناس اللي ما كيعرفوهمش، وكانت الحيله الوحيده باش يقرب منه صدام هي باش يعطيه شويه ديال الحلوى. الدري مسكين غير شاف داك الحلوى مشى كيجري عند البشير، وهنا البشير استغل الفرصه وهز داك الدري وداه معاه. والغريب في الامر ان داك الدري الصغير ما بكاش، وحتى خوتو ما لاحظوا حتى شي حاجه حيت كانوا غارقين في اللعب. خطف خوهم في النهار وما لاحظوش. من داك النهار غادي تبدل الحياه ديال صدام، من الحياه اللي كانت عامره حب وحنان بين الابوين والاخوه لواحد الحياه اللي عامره بالالم والمعاناه. هذا الفقيه ديال الجامع كان كيبان للناس كاملين على انه واحد الراجل كبير ومتدين وعنده واحد اللحيه، ولكن ما كانش عنده ولاد. داكشي علاش قرر انه يخطف صدام. البشير داخل الدار وهاز معاه دري صغير. مرتو يلاه شافته هي تنوض معها قرباله: كيفاش انت كتعرف بينك وبين الله وجاي خاطف دري صغير؟ المهم البشير ما كانش كيهمو هادشي، سكتها وخلاها تستقبل داك الطفل بزز منها. هاد الدري الصغير مسكين دوز شهر كامل وهو كيبكي على الام ديالو، وكل مره كان كيبكي فيها كان كيشدو البشير وكيعطيه قتله ديال العصا. الوقت داز طاير وفاتت 3 سنين على وقوع هاد الحادثه. صدام كبر شويه وبدلوا ليه السميه من صدام لحميده. داك الوقت البشير ما كانش كيخليه يخرج من الدار ولا يلعب مع شي حد ولا حتى يشوفوا شي واحد، وكان كيقول ليه بان الدار اللي كان ساكن فيها هي الدار ديال جداته غير بما جا والديه من السفر. مع مرور الوقت بدا صدام كيتربى مع ولاد اخرين في دار البشير، اللي كان عنده واحد الولد سميتو عبد القادر وكان هو الكبير، وواحد البنت سميتها زينه. كاينين الناس كانوا كيقولوا ان عبد القادر هو الولد الحقيقي اللي عند البشير، ولكن على الاغلب كانوا حتى هما غير خاطفينه. حميده دوز العذاب في دار البشير حيت كان كيحيد ليه اي حاجه كان كيشدها في يده،
وما كيخليهش يخرج من الدار. ولكن ملي كمل 6 سنين قرر البشير انه يخرجه معاه، ولكن كان داير ليه شعر طويل وملبسو على اساس راه هو بنت، وقال ليه غادي تتصرف فحالك فحال البنات. وهذا الشيء كامل حميده خصو يتقبلو الا بغى يبقى يخرج من الدار. خوتو بجوج كانوا كيمشيو للقرايه وهو كيبقى في الدار حيت البشير رفض انه يقريه، وكان مستغلهم كاملين باش يطلبوا وفي الاخر ديال النهار يجيبوا ليه الفلوس اللي جمعوا. واحد النهار عبد القادر الاخ الكبير ديال حميده غادي يقول لحميده باللي نتايا ماشي خونا وانت راه الاب ديالي غير خاطفك. حميده ما تيقوش في هذاك الوقت حيت كان باقي ما عاقل على حتى شي حاجه، وجا لدار البشير وهو باقي صغير. دازت الايام ومرت الفقيه البشير ولات حامله. ملي عرف البشير بهذا الخبر بغا يتسطى وتخلع، وغادي يسولها هاد الولد اللي حامله به من مراته كانت ديما كتقول ليه باللي هاد الولد اللي حامله به راه ولدك، ولكن البشير كان شاك فيها وكان ديما كيسولها نفس السؤال. والغريب في الامر ان البشير ما عمره ما خلاها تفوت الباب ديال الدار ولا تشوف حتى من الشرجم، وكان كيشك باللي هذاك واش ولده ولا لا. ديما كان كيتعامل معها بطريقه خايبه وكيضربها بالليل وبالنهار. واحد النهار زهره كانت واقفه كتنشر الحوايج في السطح، جا موراها البشير وبدا كيضربها بالموس لكرشها حتى ماتت. البشير بقى جرها من يديها حتى للكراج لتحت، حفر واحد الحفره وغادي يدفنها فيها ويغطيها بحال ما واقع والو. ولكن البشير ما كانش عارف باللي عبد القادر شاف كل شيء من البعيد، وعرف ان الاب ديالو ماشي غير خطاف ولكن قتال. البشير بقى كيفكر في شي خطه كيفاش يدير يقنع ولادو بالاختفاء ديال الام ديالهم. غادي يقول لهم باللي راها كانت مريضه بزاف ومشات للسبيطار، والدكتور غادي يقول لها انها خصها تمشي تعالج برا. حتى واحد في ولادو ما تيقوا. داكشي علاش بقاو حميده وزينه كيسولوه كل نهار على فينا هي، وكل مره كان كيسولوه عليها كان كيشدهم وكيضربهم وكيربطهم في السطح كيخليهم بلا ماكله بلا شراب. ملي عياو من هادشي صافي سكتوا ما بقاوش كيسولوه عليها. اما عبد القادر اللي كان عارف الحقيقه كامله وما كانش كيقول والو، دار راسو انه مقتنع بالكلام اللي كان كيقول الاب ديالو وكان ساكت. من بعد بزاف ديال الوقت عبد القادر بدا كيحس بالذنب على انه ما دار حتى شي حاجه على ود الام ديالو اللي شافها كتقتل قدام عينيه. وهذا الشيء علاش عبد القادر غادي يقول الحقيقه كامله لحميده، وغادي يقول ليه باللي البشير راه قتل زهره ودفنها في الكراج. حميده في ذاك الوقت كان عنده 7 سنين، بقى غير مصدوم وما متيقش راسو. وغادي يقول لعبد القادر باللي انت غير كتكذب، الام ديالي مشات تشافى وغادي ترجع بحالها للدار. من بعد ما كبر عبد القادر ولا عنده 20 عام، غادي يقول للبشير انه خصو يحبس الاستغلال ديال زينه وحميده في السعايه، وانه غادي يمشي يخدم ويجيب ليه الفلوس باش يريحهم. ولكن بطبيعه الحال البشير ما غاديش يعجبو الحال وغادي يبدا يغوت على عبد القادر. واول ضربه غادي يضربو عبد القادر غادي يقول ليه انني عارف الحقيقه كامله، وعارف انك قتلتي زهره ودفنتيها في الكراج، وعارف ان حميده غير مخطوف وماشي ولدك. ودابا الحل الوحيد اللي قدامك هو تسمع كلامي وتسمع شنو كنقول ولا غادي نمشي نبلغ عليك البوليس. البشير ملي عرف عبد القادر عارف الحقيقه كامله وغادي يبلغ عليه شي نهار، بدا كيفكر في شي خطه كيفاش يدير يتخلص منه. وغادي يلقى واحد الفكره شيطانيه. غادي يقول ليه شوف، غادي نسافروا لفرنسا ولكن بشرط واحد هو انك تبقى في الدار 3 ديال السيمانات حتى نوجد لك التاشيره ونقطع لك البيه ديال الطياره. عبد القادر عجباتو الفكره، ماشي غير على ود السفر وصافي، ولكن حيت بغى يرتاح من الاحساس ديال الذنب من بعد ما شاف الام ديالو كتقتل حداه وما قدر يدير والو. عبد القادر دار بالكلام اللي قال ليه الاب ديالو وبقى كيتسنى باش يسافر لفرنسا. في الوقيته اللي عبد القادر جالس في الدار، البشير كان كيقول للجيران كاملين ان عبد القادر سافر لفرنسا. وبطبيعه الحال حيت البشير كان قال لعبد القادر يجلس في الدار سيمانه او 2 ديال السيمانات، لكن هاد السيمانه او 2 سيمانات ولات شهر وشهرين و3، حتى عبد القادر بقى كيتضايق من هاد القضيه ولا كيتناقش مع بوه بزاف. البشير في الاخير غادي يلقى واحد الخطه كيفاش يدير يتخلص من عبد القادر. غادي يعطي لزينه وحميده الفلوس وغادي يقول لهم سيروا شريو شي حوايج من السوبر مارشي وتسناوني تما ما تجيوش حتى نجي عندكم انا. في الوقيته اللي زينه وحميده مشاو يشريو داك الحوايج اللي قال لهم البشير جا مور ظهر عبد القادر وضربوا بواحد الشاقور على راسه بزاف ديال المرات حتى طاح عبد القادر ميت في الارض. من بعد البشير جرو من يدو وغادي يديه يدفنو في البلاصه اللي دفن فيها زهره. البشير جالس كينظف هذيك البلاصه اللي قتل فيها عبد القادر باش يخفي الاثار ديال الجريمه اللي دار. هاد الوقيته رجعوا زينه وحميده للدار،
لاحظوا ان البشير كان متوتر شويه، وغادي يسولوه وغادي يقولوا له فين هو عبد القادر. قال لهم باللي الام ديالهم جات للدار ولكن كانت مزروبه، خدات معها عبد القادر وسافروا لفرنسا. عطاهم واحد الورقه كان محضرها هو من قبل، وقال لهم باللي هذه رساله خلاتها لكم الام ديالكم. ولكن حميده كان عنده 14 سنه وزينه كانت عندها 16 سنه، فما بقاوش كيتيقوا في شي حاجه كيقولها البشير. واللي زاد اكد لهم الشكوك ديالهم هما انهم مشاو للكوزينه وغادي يلقاو الاثار ديال الدم في الدروج وفي الكوزينه. حميده تخلع ومشى سول البشير على داك الدم اللي شاف. البشير قال له ما تهتمش، راه غير شي دجاجات ذبحتهم بمناسبه ان الام ديالكم جات للدار. ولكن في نفس النهار زينه لقات الحوايج ديال خوها معلقين في السطح وعليهم الاثار ديال الدم. فسولت البشير قال لها لا لا راه غير الاخ ديالك كان كيعاونني فاش كنت كنذبح ديك الدجاجات. لكن كاع الهضره اللي كان كيقول البشير ما كانتش معقوله. زينه وحميده بداو يشكوا فيه اكثر واكثر وقرروا انهم يراقبوه من البعيد بلا ما يعيق. البشير كانوا كيجيو عنده كل ليله العيالات بحجه تفسير الرؤى والاحلام، ولكن في الحقيقه انه كان كيعلمهم السحر والشعوذه. من بعد هاد التصرفات الغريبه اللي كيدير البشير هنايا حميده تفكر الكلام ديال خوه الكبير اللي قال ليه باللي البشير هو اللي قتل زهره ودفنها في الكراج. حميده قرر انه ينزل للكراج ويتاكد بنفسه. يلا حل الكراج هو يشم واحد الريحه خانزه، شد نيفو هو يبدا يقلب حتى لقى الصبع ديال خوه خارجين من الارض. ملي قلب مزيان غادي يلقى حتى زهره مدفونه حدا عبد القادر، وهنايا حاول يخلي الامور كيف ما هي بلا ما يعيق البشير. حميده فاش خرج من الكراج غادي يعاود لزينه كلشي داكشي اللي شاف، وهنايا غادي يجلسوا وغادي يبداو يفكروا في شي خطه كيفاش يحلوا هاد المصيبه. حميده وزينه قرروا انهم يمشيو يبلغوا عليه عند مديريه الامن، ومديريه الامن صيفطوا واحد الضابط ومعه امر بالتفتيش. البشير كان باين عليه الاثار ديال التوتر وانه مخبي شي حاجه، وهذا الشيء اللي زاد اكد الشكوك ديال الضابط. الضابط مشى نيشان للكراج فين قال ليه حميده شاف الجثه ديال عبد القادر وديال زهره، وفعلا الضابط غادي يلقى واحد الحفره في الكراج اللي كانت مدفونه فيها زهره وهي حامل، وحداها عبد القادر ولدها. البوليس شدوا البشير، وحميد وزينه مشاو يعيشوا عند خالهم. ملي حميده عرف انه كان غير مخطوف قرر انه يقلب على عائلته، وفعلا غادي يلقى عائلته وغادي يلقى الاسم ديالو هو صدام وماشي حميده. البشير كان غادي ياخذ حكم الاعدام على هاد الجرائم اللي دار، ولكن توفى قبل المحاكمه ديالو بنهار بسكته قلبيه. زينه تزوجات ودارت ولادها وبقى عندها علاقه طيبه مع صدام. سؤال واحد بقى محير زينه وعايش معاها، هي وعبد القادر ولاد البشير ولا غير مخطوفين بحال صدام؟ وصلتي معنا حتى لهنا فراه غادي تكون سالات القصه ديال اليوم. نشوفكم في قصه اخرى ان شاء الله، وما تنساوش تخليو لينا تعليقاتكم حول المحتوى والقصه.